اجتمع ثلاثة من الأعراب في فناء الكعبة. بدأوا يتكلموا عن مين أكرم العرب وأسخاهم في الزمن ده. الأول قال إن أكرمهم هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، والتاني قال إن أكرمهم هو عرابة الأوسي، والتالت قال إن أكرمهم هو قيس بن سعد بن عبادة. واشتد الجدال والاختلاف وبدأ صوتهم يعلى في فناء الكعبة. جاء أحد الحضور وقال لهم: خلاص ما تختلفوش، كل واحد فيكم يروح لصاحبه ويسأله كأنه عابر سبيل منقطع، وساعتها هنعرف مين أكرمه. ذهب الأول إلى صاحبه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. كان عبد الله على سفر، فراح الأول وقال له: عابر سبيل منقطع. فراح نازل من على الناقة وقال له: خد الناقة، وفيها 4000 درهم، وفيها ثوب من الحرير، وفيهم أغلى شيء عنده، وهو سيف من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له: حافظ عليه جدا. وراح الرجل الثاني لقيس بن سعد بن عبادة. كان قيس نايم، وخرجت جارية قيس وسالته، قال لها: عابر سبيل منقطع. قالت له: حاجتك أهون من إن أنا أصحي قيس، خد 700 دينار والله ما في بيت قيس غيره، واطلع على ضيعته وخد من هناك ناقة أو عبد. أما الرجل الثالث فراح لعرابة الأوسي. كان في الوقت ده عرابة الأوسي فقد بصره، خارج من بيته ورايح المسجد، وساند على عبدين ليه. فقابله وقال له: عابر سبيل منقطع. فعرابة الأوسي قال له: خد العبدين. قال له: ازاي انا ما يكونش عندي حياء او مروءه ان انا اخد العبدين اللي بيساعدوك؟ قال له: خلاص انت حر، لا اما هم حرين لا اما تاخدهم. ورجع عرابة الأوسي على بيته وهو بيسند على الحيطه. ودلوقتي ومن وجهه نظركم، يا ترى مين اكرم الثلاثه؟ عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، ولا قيس بن سعد بن عباده، ولا عرابة الأوسي؟ اللي يعرف يقول لنا في التعليقات.